تفضل محمد. الله يمسيك بالخير يا شيخ. الله يمسيك بالخير، الله يحييك. الله يجزيك خير ويطول في عمرك. الله يبارك. أنا يا شيخ عندي سؤال ومحمليني أمانة إني أوصله لك. أنا عندي صديق من ألمانيا كلمني سألني أمني إن أنا أسألك السؤال بحذ أخيرة. اللي هم من غير الديانة الإسلامية، الذين يعني اللي انولدوا ما عرفوا شيء عن الإسلام لين ماتوا، هل هم يدخلون الجنة أو يدخلون النار؟ أحسنت، هذا سؤال جيد. لأني أمني أن أنا أسألك السؤال وقال لي رجاء أن الشيخ لا يعوم السؤال، يا الجنة يا النار. أبشر، سأتكلم عن ذلك. أنا عاد الحكم بالجنة والنار عند رب العباد جل وعلا. أنا ما أدري عن نفسي ولا أدري عنك احنا في الجنة ولا في النار، لكن نسأل الله يجعلنا في الجنة، لكن سأجيبك إن شاء الله بالتفصيل. لا يا شيخ شيخ أنا أقصد، هو قصد لي بالسؤال أن اللي ما سمع عن الدعوة الإسلامية نهائيا، يعني من يوم ولدت أمه لين مات ما سمع بالدولة. طيب محمد، بالديانة الإسلامية. محمد ما دام أنك تتصل من الدوحة خلني أفصل لك الموضوع وأنت على التلفون، في مشكلة؟ لا ما في مشكلة. طيب. طال عمرك. أنا حتى اللي أمني السؤال هو يسمعك حاليا من ألمانيا. ممتاز. يعني هو معي على الخط ويسمعك. ممتاز. إذن الكفار اليوم ينقسمون إلى 3 أقسام. زين، إما قسم لم يسمعوا عن الإسلام أبدا، واحد في البرازيل ولا في الأرجنتين ولا في غابة من غابات كينيا ولا مدري وين، ما سمع عن شيء اسمه إسلام أساسا، وما عنده تلفزيونات، ما عنده إنترنت، ما عنده أي وسيلة، نشأ في مزارع وأكل وشرب وتزوج وجاء أولاده إلى أن مات، ما سمع عن شيء اسمه إسلام. طيب، هذا طائفة من الناس. الطائفة، وسأذكر لك حكمه بعد قليل، الطائفة الثانية هم الذين سمعوا عن الإسلام مشوها، سمعوا عن الإسلام بأسلوب مشوه. إما دخلوا بعض المواقع التي أقامها أعداء للإسلام وسموها أسماء إسلامية وبالتالي سمعوا عن الإسلام مشوها، أو دخلوا بعض المواقع الإنترنت أو بعض القنوات التي يتكلم فيها أقوام من أهل البدع والضلال وينتسبون إلى الإسلام، وبالتالي ظنوا أن هذا هو الإسلام فقالوا إيش الإسلام هذا لا نريده، بلغهم الإسلام مشوها، أو بلغهم الإسلام على أنه إرهاب وقتل وكذا. هذا النوع الثاني. النوع الثالث هم الذين سمعوا عن الإسلام سماعا عاما، كما نسمع نحن عن غابات الأمازون وجبال الهيمالايا، سمعوا عن شيء اسمه إسلام، لكن لم يأتي أحد يبلغهم الحجة أو يفهمهم الحجة، يفهمهم الإسلام، أو يقيم عليهم الحجة. يعني يقيم عليهم الحجة بمعنى يناقشهم حتى يذهب جميع الإشكالات والأسئلة التي عندهم عن الإسلام. وهذا حال كثير من الأوروبيين الآن. يعني أنا أسافر إلى ألمانيا وإلى بريطانيا وإلى غيرها، وأرى أقواما منهم أني إمام أو أني شيخ، ويمكن يعرفون أيضا وضعي مثلا عند العرب ومثلا وأني داعية وكذا، ومع ذلك هم يتعاملون أحسن التعامل وأحسن اللطف. وأعلم أن هذا الرجل أنه سمع عن الإسلام كما يسمع عن أي ديانة أخرى، لم يأتي أحد يشرح له الإسلام ويبين له أنه هو دين الله الحق وأنه ينبغي لك اتباعه وأن عيسى قد بشر به. بس مع احترامي لك يا شيخ، هل هم بالخير يحاسبون حساب طيب. الناس اللي هم حلو. اسمعوا ووعوا بالدعوة الإسلامية؟ حلو، وصلنا لمربط الفرس. أما القسم الأول الذي لم يسمع عن الإسلام أبدا، اللي قلت لك ربما كان في غابات كينيا ولا في غيره، فهذا يوم القيامة كما قال الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا يوم القيامة طول 50,000 سنة، ذكر بعض المفسرين أنه يبعث إليهم رسول هؤلاء، وذلك أن الحساب للناس يكون على الأرض كما قال جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فهؤلاء يبعث إليهم رسول اللي هم ما سمعوا عن الإسلام أبدا، والذين أيضا جاء الإسلام وهو مجنون فرضا فما يدري ما يعقل، أو الذي جاء الإسلام وهو أصم لا يسمع وأبكم لا يتكلم وأعمى لا يبصر وبالتالي لا يفقه شيئا مما حوله، فجاء الإسلام ومات وهو على هذا الحال، فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة ويبعث إليهم رسول. أما الذين سمعوا عن الإسلام مشوها
هؤلاء أيضا حالهم كحال الأولين، أو الذين بلغهم الإسلام بلاغا تاما، كما نسمع نحن الآن عن ديانة مثلا الكونفوشيوسية في الصين، ديانة الزرادشتية في فارس مثلا، دي بعض الديانات القديمة التي لا يزال لها بعض الأتباع نسمع بها أحيانا، لكننا لم تحدثنا، لم يأتي أحد ويتكلم معنا عنها. فهؤلاء أيضا سمعوا عن الإسلام مثل ذلك، فهؤلاء أيضا يوم القيامة يمتحنون. لكن لا يجوز له أن يقول مثلا إن الألمان الذين يعيش معهم هؤلاء كلهم في النار، حتى يأتي ويدعوهم إلى الإسلام ويبين لهم ما هو الإسلام ويفهمهم ما هو الإسلام ويجيب عن جميع الإشكالات الموجودة في عقولهم عن الإسلام. لو كان عندهم عن الإسلام شبه، قال لك طيب ليش الإسلام يحرم الزنا، ليش الإسلام يقيم حد السرقة، ليش الإسلام، صار عندهم شبهات معينة تمنعهم من الإسلام، فجاء وفهمهم الحجة وبلغهم إياها وأقامها عليهم. إذا وصل إلى هالدرجة مثل ما وصل أبو جهل وأبو لهب وغيرهم، علموا ما هو الإسلام وفهموا وعرفوا ضلال ما هم عليه، ومع ذلك كانوا يقولون إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. فأولئك صح نقول إنهم في النار، أبو جهل وأبو لهب، لكن أمثال هؤلاء لا تحكم عليهم بجنة ولا نار، بل علمهم عند الله جل في علاه. نعاملهم في الدنيا كما نتعامل مع غير المسلمين، تتعامل مع غير المسلمين، يعني في مسائل الزواج منهم أو عدم الزواج، مسائل إعطائهم من الزكاة أو عدم إعطائهم من الزكاة. أما حكمهم في الآخرة فعلمهم عند الله جل وعلا، وهذا أيضا ينبغي أن يدفعنا. لذلك ما أستطيع أن أقول لك جنة ونار، ولا أحد يستطيع يحكم لك إياهم حتى يقيم عليهم الحجة كاملة بالإسلام ويفهمون الحجة وتبلغهم ويستوعبون ما تقول. مع أنه ينبغي علينا جميعا حقيقة أن ندعو الناس للإسلام وأن نحببهم فيه، وأيضا أن ندعو إخواني خاصة في ألمانيا وفي غيرها إلى أن يعطوا صورة طيبة عن الإسلام، لعل الله أن يجعلهم دعاة إليه بإذن الله.